لماذا لم يتدخل الفار في اعاده ضربه الجزاء؟ ما هو برضه من ضمن الاسئله. الفار المفترض مهمتك الرئيسيه ان لو في تسلل تكشفه، لو في ضربه جزاء تكشفها، لو في انذار مستحق تكشفه، لو في طرد تكشفه. ما عدتش ليه المساله دي؟ ضربه الجزاء صحيحه من الاول ولا مش صحيحه؟ من الاول طبعا صحيحه 100%. اولا الكره جايه لدياز، ودلوقتي المدافع شادد دياز وموقعه، فهي ضربه جزاء صحيحه 100%. خليني ادخل في سؤال محوري شويه، ثم كمان قبل السؤال المحوري. دلوقتي الكره اللي صفر فيها الحكم اللي جت في العارضه دي، في ناس بتقول ده في هدف للسنغال. الناس دي عندها حول وجودي. اولا كده الحكم مصفر قبل ما ترتد الكوره، يعني قبل ما تروح للعارضه وترجع كان الحكم مصفر. ومن هنا لعبت من اول التصادم ما بين اشرف حكيمي والمهاجم، هنا الحكم صفر. يعني المساله واقفه من غير ما نتكلم. فدي اساس اسمه ايه؟ يعني اصطياد في الماء العاكر. طب نقطة محورية يا أستاذ جمال. قول يا صديقي. هل مدرب السنغال والجهاز الفني استغل الضغط السابق على المغرب وانسحب؟ طبعا. خد بالك، انسحابه ده المفترض أساسا على المستوى كرة القدم بتقول إن أنت في حين انسحاب المدرب والفريق أكثر من 10 دقائق يعتبر مباراة ملغية وتروح للمغرب. أنت انسحبت 15 دقيقة. طب نقطة كمان محدش يتكلم فيها. لماذا؟ ما هذه أسئلة أهي. نقاش إدوار مندي، نقاش ساديو ماني مع ما كان بيتناقش مع مين؟ مدير اللجنه ولا مين اللي بيقدر؟ ناقش مع ناس كتير جدا. ناقش مع ناس كتير جدا. طيب. حتى تناقش مع الحاج ضيوف، وتناقش مع المدرب بتاعه، وتناقش مع مين. هل سؤال، نطرح سؤال. هل ممكن يكون تم الاتفاق على اضاعه ضربه الجزاء؟ والله ممكن وغير ممكن. اذا كان ممكن فعشان بقى نخف من مساله الضغط الجماهيري وما تحصلش مصيبه في الملعب. واذا كان غير ممكن، لماذا لم يحتفل لاعبي السنغال بعد ما مندي صد الكوره ورجعهم للبطوله تاني؟ دي اسئله لابد منها. ده انت المفترض تحتفل بقوه. ما انت خلاص، اصل انت ما عندكش وقت تتعوض. وزي ما قلت في الاول يا استاذ جمال، كان لازم الكره تتعاد. المفروض تحرك مندي من على الخط. يتحرك من على الخط. ده مش كلامي. بصوا الفيديوهات. فماذا لو هذه اسئله كلها مطروحه هتتفك ان شاء الله. طب اسالك سؤال بقى، يعني يمكن ما حدش طرحه قبل كده. صح. هل تستحق افريقيا التنظيم الرائع؟ لا بعد ما حدث صدقني. في ناس كتير من العرب وفي ناس كتير من الافارقه اثبتوا ان الناس دي لا تستحق ان ينظم لها بطوله على هذا المستوى العالمي. حقيقي. اي الناس دي المفروض الناس دي ترجع تاني لمرحله الاستشفاء في البراميل. ما يتعمل لهمش فنادق خاصه، وما يتعمل لهمش ملاعب خاصه، وما يتعمل لهمش استضافه خاصه. ليه؟ انتم لم تقدروا الجهد الذي بذله المغرب شعبا ومملكه ولوجستيا واتحاد كره